كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. تعالى نعمل العاشورة مع بعض من كوبايتين من الغل. هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه دوت تحفة، 4 أصناف شكلهم تحفة يفتح النفس. تعالى نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كريمي جميلة جدا. الطبق ده لا دقتي ولا هتدوقي زيه بجد، لو ما جربتوهوش فايتك كتير كتير كتير. هنا معايا كوبايتين من الغلة، تمام كده. هنقعهم من 4 ساعات ل5 ساعات. عايزه اقول لك مش هتاخد معاكي سوا، يعني بصي الموضوع كله مش هياخد تلت ساعه. يعني كده صفيتها من الميه اللي كانت منقوعه فيها، واحط لها ميه واحطها على النار تغلي. هتغلي قد ايه؟ اول ما تبدا تغلي كده، يعني تاخد 10 دقايق وتبدا بقى تغلي. اول ما تغلي 5 دقايق وتلاقيها نفشت معاكي بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي دوت. بصي نفشت، استوت، دايبه. يعني عايزه تحطي الحليب عليها وخلاص على كده. وهحط دلوقتي الحليب عليها واديها تقليبه وهسيبها تبدأ تغلي او قبل ما تغلي عادي، مش فارقة. يعني انا حطيت السكر اهوت، بولة كده من السكر. السكر ده حاجة حسب الرغبة وحسب ما انت حابة تحطي الكمية اللي انت عاوزاها. ممكن تحطيه اول ما الحليب يغلي، وممكن تحطيه عادي هو والحليب مع بعض. غلي معانا تمام زي ما انت شايفة كده. وخلاص يعني هتقعد مثلا يعني 3 4 غلوات كده. وهنزل هجيب كده كيس من النشا واحطه. مثلا ما عندكيش نشا، عندك نشا سايبه، حطي 3 معالق مليانين ودوبيهم في شويه من الميه. وهدي النار وانزلي تدريجيا، ايد بتنزل وايد بتقلب علشان خاطر ما تكتلش منك. لازم ايد تقلب وايد تحط عشان خاطر ما تكتلش برضو. واقول لك واعدلك في الحته دي بالذات عشان خاطر ما تكتلش منك وتطلع منك كتل. تطلع معاكي كريمي قوي وحلوه قوي. ايد تقلب وايد بتصب في النشا. 5 دقايق او 3 4 غلوات وهطفي عليها النار. وهبدأ بقى اغرف. انا جايبه الطواجن ديت، هعمل كده ايه زي ما شفت في اول الفيديو، 4 طواجن كده. هحطهم في الفرن، بولع الشوايه من فوق ياخدوا لون ويطلعوا. مش بحط لهم اي حاجه على الوش خالص، وبيطلعوا تحفه ولونهم حلو قوي. الاطباق دي بقى بتزينيها حسب الرغبة وحسب ما انت حابة. بس عايزة اقولك الطبق اللي بالمانجا والكنافة فوق العاشورة في حتة تانية خالص، طعم تاني خالص، بجد خطير. عجبني قوي قوي ولازم تجربوه. هدخل بقى الصينية دي، حط لها 4 طواجن في صينية وهدخلهم تحت الشواية. وهنا دولت هحط كده ايه شوية كنافة كده كان عنده في الفريزر، وعليهم معلقتين من السمنة. وهحطهم كده ايه يتحمروا على نار هادية تمام براحتهم كده. عبال ما اجهز طبعا انا غرفت العاشوره عشان تهدى تبرد، عشان ما تيجي زينا تبقى هاديه معايا. كل ده ما كنتش دخلتها التلاجة ولا حاجه. جبت منجايه معايا زي ما انتم شايفين وهقشرها كده تمام. وعايزه اقول لكم المانجا الزبده فيها لحم كتير، تطلع معاكي كميه اكبر من دي. بس دي مسكره قوي وطعمها تحفه بجد. دي السناره على ما اظن يعني عشان ما افتيش بصراحه. تمام. هقطع منها كده قطع، هقطعها كلها طبعا يعني، بس ايه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هجيب القطعة كده زي ما انتم شايفين وهقطعها ايه لثلاث شرايح بالطول كده. وبعد كده هقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين تمام. ويفضل حطها في التلاجة شوية هتجمد معاكي وتعرفي تقطعيها بسهولة مكعبات كده. وهنا كانت معايا بقى الكنافة ده خدت لون زي ما انتم شايفين كده. عندي شربات في اللي حطاه باب التلاجة. لو ما عندكيش شربات، كوباية ونص من السكر، كوبايتين من المية، حطيهم على النار وعلى بعصرة ليمونة وسيبوهم 10 دقايق. وبعد كده اطفي عليهم. نزلت بشوية كده من الشربات وقلبتهم في الكنافة وسبتهم يهدوا. وهنا طبقين هحط لهم مكسرات، ودي برضو حسب الرغبة. عايزة تحطي مكسرات حطي، مش عاوزة براحتك. عايزه تزيني بالكنافه، عايزه تزيني بالمانجا، عايزه تدخليه بالفرن، عايزه تسيبيهم ساده براحتك خالص. انا هنا بقى ايه هزين كله بصراحه، ما خليتش ولا طبق غير لما زينته بالشكل دوت. جميله جدا. كلهم حلوين، بس اللي عجبتني قوي اللي بالمانجا والكنافه، طعم خرافه بصراحه. جربوها بجد حلوة قوي. منجاية هتعملك 3 اطباق في اللي انت شفتيها معايا الوسط دي. لو منجاية زبدة بقى كبيرة كده هتعملك 4 اطباق ولا 5. يعني هترمي معاكي. انا بحط بس في الجناب كده المانجا. والكنافة بحطها كده ايه معلقة كبيرة او معلقتين كده في النص
عشان خاطر تدينا الشكل يعني في كتزيين بقى يعني. تمام. هنا بقى حطيت حتة منجاية كده في النص عشان بس تزين الشكل اهو. بصوا الطبق وشكله بجد بيتكلم عن نفسه تحفة، والعين بتاكل قبل البق يعني. كده خلصت تزيين، واحد بقى حطيت له كنافة وشوية مكسرات من على الوش، ودول بقى اللي كانوا في الفرن، والمانجا والمكسرات. يا رب الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه وتجربوه وتكتبوا لي في التعليقات ان هو عجبكم. وان شاء الله الفيديوهات اللي تنزل تكون احلى واحلى وتعجبكم باذن الله. شجعوني بلايك عشان اعمل لكم حاجات احسن واحسن، وبتعليق حلو منكم. مع السلامة.